اهلا بيكم. من يومين على القناة بتاعتنا على اليوتيوب جالي في الكومنتات تحت حلقة السخان الفوري في متابعة لينا، قالت لي انا عندي سخان بومن فوري، باجي افتح المية السخنة تكاد تكون المية مش موجودة او شبه مقطوعة، باجي ابدل الخلاط على المية الساقعة المية بتشتغل. فمعنى كده ايه؟ ان ايه اللي بيحصل؟ ليه المية السخنة ما بتنزلش؟ واحيانا بتنزل بس بتنزل بسيطة وضعيفة، وبالتالي برضه مش سخنة. المشكلة هنا بتكمن في فلتر بيكون قبل السخان عن طريق الدخول المية الساقعة للسخان. فالفلتر ده لو مسدود، ده يا ريت نشيله وننضفه من الشوائب اللي بتكون في المية عشان تعدي المية، عشان السخان يحس بالمية وينزلها مية سخنة للخلاط. دي مشكلة. السخان الفوري دايما بيحتاج لضغط مية شديد. لو ضغط المية عندك مش شديد ومش مستقر، ما تركبش سخان فوري. هتسألني طب يعني هو كده العادي افضل من الفوري؟ لا، الفوري افضل طبعا، بس هو بيحتاج ان الحاجة كلها تكون مظبوطة. ما بيكونش فيه يعني ضغط مية بسيط، ما يكونش فيه شوائب على الفلتر، لان طبيعي مش تعدي المية. ده حتى ممكن خلاط المية مثلا يكون فيه شوية شوائب برضه في المصفى بتاعته، او بتفكها، بتنظف الشوائب دي. حاجة التانية بيحتاج ان الكهرباء تكون مظبوطة، يعني لو الفولت قليل السخان مش هيشتغل. كمان بيحتاج الارض بتاعه يكون مظبوط. يعني هو السخان ده بالاخص بيحتاج ان كل حاجة تكون مظبوطة، هيشتغل معاك مظبوط. كل ده عملناه والسخان لسه مش شغال، بيبقى السنسور بتاعه بتاع الحرارة اللي بيحس عشان يشتغل السخان بيكون برضو عليه شوية اتساخات، ممكن يتنضف فالسخان هيشتغل. لكن هي مش مشكلة كبيرة، ولكن هي ممكن تزعج البعض مننا، لان طبعا داخلين على الشتاء واغلبنا بيستخدم المياه السخنه، بل كلنا. فهو اهم حاجه نظافه الفلاتر بتاعه الخلاطات بتاعه دخول المياه الساقعه على السخان. اهم حاجه اتاكد ان الفولت بتاع السخان اللي واصل للسخان مظبوط، كونش الكهرباء ضعيفه خالص طبيعه السخان مش يقوم. اهم حاجه نظف السنسور بتاع السخان، ده في حاله ان هو ما بيشتغلش اساسا. فطبيعي السنسور ما بيحسش نتيجه ان هو عليه اتساخات وشوائب وحاجات زي كده. كمان الفلتر بتاع المية السائع اللي داخل للسخان لازم يتنضف. في بعض السخانات فيها فلاتر، فطبيعي ما المية مش عارفة تعدي عشان تخش، عشان تسخن، عشان تجيلك. فنقدر ان احنا نعدي على الخطوات ديت بإذن الله السخان هيشتغل.